السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض التوم الخطير، التوم البودر. ده القشر اللي كان على التوم. انا طبعا قشرته زي ما انتم شايفين كده، وده القشر اللي كان عليه. طبعا انتوا عارفين ان هو اخضر لسه وطالع طازه، فبيطلع معاه قشر طري كده. فطبعا انا هعمل فيه ايه القشر ده؟ انا هسيبه كده في الطبق شويه يتشفشف. طبعا هو متشفشف جاهز، يعني هو التومه ما كانتش خضره قوي، بس انا برضو هسيبه شويه لحد كده. احنا الصبح اهو لحد بالليل كده باذن الله. وبعدين اقوم واخداه في الفرن على درجه هاديه خالص، احمصه علشان يخرفش كده، وبعد كده اطحنه ان شاء الله. بصوا يا حبايبي، انا كنت طبعا سبته يومين، تمام؟ شوفوا عامل ازاي. بس طبعا انا مش هطحنه وهو كده، انا هدخله برده في رد الخبيث. انا كنت مولعه الفرن، فانا هدخله شويه بساط قوي واقوم شايلاه وبعدين اطحنه ان شاء الله. اهو يا حبايبي ما شاء الله. اروح بقى اطحنه باذن الله في المطحنه واجي لكم اوريكم. اهو يا حبايبي، شايفين شكله؟ ما شاء الله الريحه طالعه عليا جميله جميله. طبعا هو في خشونه شويه، عايز طحن كمان شويه، ممكن تنخليه. بس شايفين ناعم قد ايه وجميل جدا جدا جدا. ريحته فظيعه فظيعه، وحاجه بقى نضيفه كده وفي البيت وانتي اللي عاملاها بايدك. وما شاء الله بالف هنا وشفا. هندخله بقى واوريهولكم. بصوا انا بجد مش قادره اوصف لكم جمال الريحه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكميه بتفرق معاكم كتير، لما بيبقى عندكم كميه اكبر تفرق جامد. بس برضو ايه يعني، القشر مش كتير. وطبعا ده مش بنرميه، ممكن نحطه في تمليحه سمك، في اي حاجه عاديه ما بتأذيهاش. لكن الناعم نعمل بيه الطبيخ عادي خالص. اظن مفيش اجمل من كده. ريحه مفيش بعد كده. متنسونيش لايكاتكم الحلوه واشتراكاتكم الجميله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.